الرحيم. اليوم احنا في الجامعة، جامعة تكريت. الموضوع اللي احنا موجودين من أجله هو المنتدى اللي يناقش موضوع زواج القاصرين. فالأسباب اللي تؤدي إلى الطلاق والحالات اللي تؤدي إلى المشاكل، مثل ما قلنا بالمؤتمر قبل قليل والورشة اللي صارت، نسبة الطلاق في المحافظة أو في العراق بشكل عام نسبة عالية، تقريبا وصلت إلى 23 24%. فهاي من أسبابها الأسباب اقتصادية، اجتماعية، أو حتى نوبات في بعض الأحيان سياسية، إضافة إلى الأسباب اللي إحنا اليوم موجودين من أجلها هي موضوع زواج القاصرين. فعندنا مشاكل بهذا الموضوع. إن شاء الله نأمل على المستقبل القريب الأمور تتطور تتحسن على كل الأصعدة. فالوضع اللي مرينا به حتى في موضوع داعش احنا شفنا صارت عندنا حالات ايضا زواج القاصرين من خلال الامور الاخرى اللي موجوده. فمجتمعنا مليء بكثير من المشاكل والمطبات. نعمل ان شاء الله على تجاوز كثير من عندها خدمه لاهلنا في المحافظه في شكل عام. تقوم مؤسسة جنات الفردوس للإغاثة والتنمية إحدى منظمات المجتمع المدني، وبدعم وتمويل من منظمة ASP الألمانية وتعاون محافظ صلاح الدين ورئاسة جامعة تكريت بتنظيم هذا المنتدى العلمي الخاص بمخاطر الزواج المبكر. هذا المنتدى العلمي مهم جدا بحضور النخب من المجتمع المدني. مؤسسة جنات الفردوس للإغاثة والتنمية تقوم بالتثقيف الصحي والتوعية الصحية حول مخاطر الزواج المبكر ومواضيع صحية أخرى في 3 مناطق في محافظة صلاح الدين: منطقة الشرقاط تحديدا قرية الخضرانية، ومنطقة البجواري في بيجي، والديون في تكريت. وكان لدور الإعلام وقناتكم دور مهم في دعم هذه الظاهرات الصحية. كما تلاحظون هذه الظاهرة الصحية بها نحن من مخاطر صحية نتصدى لها، ظاهرة موجودة في المجتمع العراقي ونتجت عنها مشاكل صحية واجتماعية كثيرة بسبب أنه الزواج يكون تحت القانون العراقي المشرع يسمح بالزواج من فوق عمر 18 سنة فما فوق. وكما تلاحظين في هذا المنتدى العلمي التقت النخب المجتمعية من علماء الدين وشيوخ العشائر وقادة المجتمع والمنظمات، إضافة حضور السيد المعاون العمدي محافظ صلاح الدين وقسم تمكين المرأة والرياضة والشباب والقنوات الإعلامية للخروج بتوصيات جيدة يتم رفعها إلى محافظ صلاح الدين وبالتالي إلى مجلس النواب لغرض الأخذ بهذه النتائج. حقيقة احنا اللي دا نشوفه مثل ما سمعتوا اليوم انتم، احنا سبق وان سوينا هكذا حملات كثيرة في معظم أقضية صلاح الدين وانتم كنتوا شاهدين عليها. مخاطر زواج القاصرات او الزواج المبكر، ما نقول عليه القاصرات لانه هذه به قانونيا وشرعيا. قانونيا مسموح باكتمال النضوج العقلي والبدني بحضور ولي الامر، وشرعيا مسموح الزواج عند اكتمال نضج المرأة الجسدي. فلهذا احنا سوينا استبيانات اغلبها كانت مخاطر صحيه نفسيه. وبالنسبه لزياده عدد حالات الطلاق سببها هو انه عدم مقدره الفتاة اللي تتزوج مبكر واللي نقول عليها احنا قاصر على تحمل مسؤولية بيت وأولاد واحتمال أهل زوجها، أيضا ترك للتعليم، آثار نفسية، آثار صحية بالحمل والولادة. فهناك مخاطر جدا كثيرة. علما أنه في إحدى المرات أنا تفاجأت بأحد الأقضية من تقول إحنا نعتبر ال 17 أو ال 18 سنة هي عانس. فتفاجأت بهذه النظرة، بينما احنا كناشطات كمجتمع مدني نشجع انه تتزوج الفتاة او الامرأة في سن معين، وخاصة انا بالنسبة لي بعد ما تكمل تعليمها الجامعي. فلهذا أنا يعني بناتي زوجا بعد إكمال ليش بعد إكمال المرحلة الجامعية تكون أكثر نضجا، تكون أكثر وعي، تكون أكثر تقبل وتحمل المسؤولية وأعباء البيت والأولاد وتعليمهم. فإحنا يعني نشجع أنه الفتاة تكمل تعليمها وتتحمل مسؤوليتها وتكون سند لنفسها. نجوى علي، منظمة دعم المرأة ومؤسسة النجوى للتنمية المستدامة، وعضو المجلس الاستشاري للنساء صلاح. في هذه الندوة أو المؤتمر تمت مناقشة الزواج المبكر أو زواج القاصرات من عدة نواحي، من الناحية السماعية ومن الناحية الصحية ومن الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية. من الناحية الشرعية الشرع لم يحدد سن معين للزواج، وإنما البلوغ يتم عن طريق الدورة الشهرية للمرأة في هذا الأمر. وحتى بعض الفقهاء أجازوا الزواج قبل أن تأتي الدورة الشهرية للمرأة. كذلك القانون لم يحدد الزواج بسن 18، وإنما أجازه في فقرات كما ذكر ذلك القانوني أنه في سن 15 بشرط
موافقة ولي الأمر وبحضور ولي الأمر أثناء العقد. هذه الموضوع تمت مناقشته. لابد من حضور ولي الأمر للباكر. الأيم اللي هي المطلقة أو الأرملة من حقها أن تزوج نفسها، أما الباكر لابد من حضور وموافقة ولي الأمر على الزواج. الدكتور قحطان ضمساير، مسؤول الإرشاد الإسلامي في أوقاف صلاح الدين.